اتمنى بقى تجربوا الوصفة دي بالطريقة اللي انا عاملاها. طبعا في اواخر رمضان يعني زهقنا بقى من البط والمحشي والكلام ده. شايفين لسان العصفور مفلفل وخفيف، والخضار تنفع دايت. هتحبوا الخضار، هتدمنوه بالطريقة دي. يعني هي طعمها يعني كأنها مشوية بالظبط. صباح الخير، صباح الفل والياسمين والفيروز والعنبر. أجمل صباح على أحلى عيلة وأحب ناس. هنعمل النهاردة الوصفة الجميلة دي. ولو أول مرة بتشوفوني ولسه ما اشتركتوش اشتركوا حالا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. يلا بينا. حطيت 4 معالق كبار زيت عباد شمس، ممكن تحطوا زيت زيتون. وعندي هنا جزراية كبيرة مقطعاها صغير، هشوح الجزر الأول. وعندي هنا ربع كيلو فاصوليا خضراء مقطعاها بالشكل ده. شوح بقى كده كله مع بعضه. عندي هنا نص فلفلاية خضراء وبصلاية كبيرة حمراء. اشوح بقى كده كله مع بعضه. وعندي هنا ربع كيلو كوسة مقطعاها كده بالشكل ده، تقطيعة كبيرة يعني. عندي هنا 100 جرام مشروم، ممكن طبعا تستغنوا عنه، لكن لو متوافر بيدي قيمة غذائية أعلى. عندي هنا ربع معلقة 7 بهارات، معلقة صغيرة، ومعلقة صغيرة كزبرة ناعمة، ونص معلقة فلفل أبيض، وربع معلقة جوز الطيب. عندي هنا معلقة كبيرة زعتر. أنا حطيت في الخضار توابل كتير، لكن طبعا ممكن تقللوها، يعني بدل ربع معلقة تحطوا أقل، بس أنا بنحب التوابل كتير في الخضار. نهدي النار ونسيبه يستوي براحته. عندي هنا كيلو فليه مفتحاه كده بالشكل ده، وعايزة بقى أحمره. نحط هنا زيت كتير وعايزة أحمره ياخد لون كده أحمر حلو كده. طبعا لازم تنشفوه كويس قوي يعني. هنقلبه بقى على الناحية التانية، طبعا هو بينزل مية فنبقى موطيين عليه لحد ما يبتدي ينشف. عندي هنا فلفل أبيض، هرش رشة كده، ورشة كده 7 بهارات. طبعا زي ما بتحبوا ممكن تحطوا أقل وممكن تحطوا زي ما أنا عملت كده. أنا بحب التوابل كتير الحقيقة في وصفاتي. ورشة كزبرة ناعمة، ومعلقة صغيرة زعتر. عندي هنا معلقة كاتشب، عندي هنا صوص حامي، ده اختياري طبعا، لو مش بتحبوه ممكن الاستغناء عنه. هحط بقى دلوقتي الملح، طبعا الملح انتوا وذوق. شايفين بقى الجمال كأنها مشوية بالظبط. عندي هنا نص كوباية مية بتغلي، هضيفها بقى للفيليه وياخد غلوة بس كده واقفل عليه. كده خلاص هقفل عليه. شايفين بقى الجمال. عايزاكوا بقى تجربوا الخضار بالطريقة دي، يعني لازم هتاكلوه. اللي مش بيحب الخضار هياكله.
وريحته بقى خطيرة. الله بقى على الجمال، يعني فيليه مشوي وما خدش يعني وقت خالص يعني. عملت معاه لسان عصفور، جربوا بقى الوصفة دي يعني خطيرة. شايفين بقى الجمال؟ عايزة بقى اجربها معاكم. عايزة اقول لكم بقى الفراخ يعني طالعة دايبة كده، شايفين؟ بتتفك كده من غير ما اقطعها. اتمنى بقى تجربوا الوصفة دي بالطريقة اللي انا عاملاها. طبعا في اواخر رمضان يعني زهقنا بقى من البط والمحشي والكلام ده. شايفين؟ لسان العصفور مفلفل وخفيف، والخضار تنفع دايت. هتحبوا الخضار، هتدمنوه بالطريقة دي. يعني هي طعمها يعني كأنها مشوية بالظبط. الخضار ماسك نفسه مش مهري. طبعا لو عايزين تقللوا التوابل براحتكم. طعمها تحفة. والفراخ دايبة كده. اتمنى بقى تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وبالهنا والشفا مقدما.